أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلقة جديدة من برنامجكم شوارع لها تاريخ. ما زلنا نغوص في ليالي الجفار السعيدة، فكانت أيام خير ورواج كثيرة شهدتها هذه المنطقة، ففيها عبق التاريخ السلموني. كانت منطقة الجفار ملتقى الأصدقاء، فلا يحلو السمر إلا معهم. ولكن هنا نستحضر الماضي وتشجيع كرة القدم، فمصر معظمها أهلي وزمالك، وفي سلمون كان تشجيع الأهلي والزمالك حالة وتحدي، ووصل الأمر إلى التنمر ولكن بشياكة. وكان زعيم الأهلوية الأستاذ محمد لشوح مربي الأجيال عليه رحمة الله، والكابتن عبد أبو صير ربنا يديله الصحة. وكان زعيم الزملكاوية الأستاذ محسن عطية أبو سعدة رحمه الله، وعمي الحاج محمد الإزمازي رحمه الله. فكاتب هذه السطور الأديب ضياء الدسوقي عنان يقول: تربيت معهم في نفس الشارع. وكان الأستاذ محسن عطية أبو سعدة مشهورا جدا بتشجيعه لنادي الزمالك، ومعظم أهل شارعهم يشجعون النادي الأهلي، وأنا كنت مع الأغلبية التي تشجع النادي الأهلي. وعندما ينهزم الزمالك كان أهل الشارع يحتفلون، ويخرج لهم الأستاذ محسن وما إن يروه حتى يرتفع التصفيق والتهليل والهتاف للأهلي، ويقف الأستاذ محسن رحمه الله مبتسما يرد بكلمات طيبة، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة كعادة كل الزملكاوية، قلبهم طيب. وفي النهاية كان يضحك ويصفق معنا وكأن شيئا لم يحدث رحمه الله. أما عم محمد الإزمازي كبير مشجعي الزمالك والزعيم، والأكثر حماسا وولاء لفريق الزمالك في كل من عرفتهم من المشجعين رحمه الله، فعندما ينهزم نادي الزمالك كان يختفي ولا تجد له أثر. حبه من الزمالك طبعا من بداية، يعني من هو صغير، يعني مش عاوز اقول لك من 6 سنين كان دايما بيروح الماتشات، وكان دايما بيجيب الجرايد، جميع جرايد من اول بدايه الجمهوريه والاهرام والاخبار، ثم بعد ذلك طبعا حاجه اسمها المسا والاهرام المسائي. وطبعا كان بيجيب المجلات بتاعه التلفزيون، كان بيجيب كل حاجه خاصه بالزمالك. بعد كده انتشرت حاجه اسمها اخبار رياضه، بقى يجيب لي جميع الجرايد كان موجوده عندنا في البيت. طبعا والدي ما كانش بيسيب ولا ماتش، حتى كان هو شغال على التليكو، لو في ماتش مثلا معين كان بيروح المصنع ويستأذن من صاحب المصنع وبيروح الماتش، ما فيش ماتش مفوته. وكان دايما معاه زمان الراديو كده صغير كان يحطه، عشان كان الاول ما كانش فيه طبعا السوشيال ميديا كانت موجوده، كان عنده راديو صغير بياخده طبعا عشان يعرف الايام مذيع ام عمر وحسام الدين فرحات. جماله كان طبعا بيقولوا نتيجه فلان الفلاني مثلا، نتيجه كذا كذا كذا. فطبعا كان بيبقى معاه، وياما الراديو ده كان بيسرق منه، مره اتسرق منه في المحله وكان يجيبه تاني يوم على طول، لان ما كانش يقدر يستنى عنه كده يعني. أما في حالة انتصار الزمالك كان يقيم الأفراح والزينات والليالي الملاح. وطبعا كان يعني مثلا الزمالك كان بيكسب طبعا عندنا فرح، وطبعا للاسف لما كان مثلا الزمالك بيخسر كان طبعا بيبقى زعلان، وكنا بنبقى زعلانين طبعا عشانه، لان كان بيحب الزمالك طبعا، يعني من دمه كده، دمه يعني بجد. يعني انا حتى من 6 سنين حبيت الزمالك بحكم عشق والدي. وكان ابويا طبعا بياخدني معاه الاستادات، جميع الاستادات، كان بروح المحله، بروح ايام شبين الكوم، ايام طبعا القاهره، استاد القاهره الدولي القديم كمان. وطبعا والدي مره حتى كنا في المنصوره، حتى في واحد عمل كده قعد يخبط برجليه، قالوا ده الاستاد بيقع والكلام ده كله، راح والدي عشان خوفه عليا رماني، يعني وقعت على طبعا كتف واحد
كان لاعب كبير اسمه الاستاذ شعبان شبكه. وطبعا كان والدي بيجتمعوا طبعا عم حماد المنزاوي الله يرحمه، كابتن كمال سعيد، كابتن فتحي رضوان مشعل. كنا بنقعد عند الضفار، وساعات بنروح عند كشك كده اسمه الحاج عاطف رزق سيف الدين. وكنا طبعا مجموعه جامده، حتى كانوا بيسمونه زعيم الزملكاويه. حتى كان عم حماد الله يرحمه يقول لا انا الزعيم، لان ابو اشرف طيب ومش عارف. المهم كان والدي يقول لي يا عم انت زعيم عشان ما تزعلوا كده. وكان طبعا الله يرحمه الاستاذ سعيد حلمي. وكان طبعا معانا الحاج صاحب الشناوي، وكان معانا مجموعه من الرجاليه. كنا وطبعا ربنا يديله الصحه عم مسعد بن القاسي، كان عنده عربيه ميكروباص، وكمان عبد السميع صالح. كنا بنروح للاستاد المحله العربيه نجمعها، وبعد كده نقوم رايحين للاستاد مع بعض ونرجع مع بعض. معانا الاعلام البيضاء ومعانا كل شيء. ويقف في منطقة الدكاكين على الجفار، وأي إنسان يمر في الشارع في تلك اللحظات السعيدة كان يشرب حاجة ساعة، يديله حاجة ساعة يشربها على حساب الكابتن محمد الإزمازي، عم محمد الإزمازي رحمة الله عليه، مهما كان عدد الذين يمرون من الشارع في ذلك الوقت. بل أن فرحه بانتصار الزمالك كان يجعله قادرا على عزومة أهل القرية جميعا. لان كان والدي كان دايما يجيب الجرايد كلها، بالذات كمان كان بيجي اخر النهار من الشغل، بيروح الصبح الساعه 7 في القطر الفرنساوي، وبعد كده يجي الساعه 5 الناس كلها تتلم عند الله يرحمه عم سعد خليل. كنا نقعد كده نتفرج على الماتشات اللي طبعا في الدوره عندنا في سلمون، وكله كان اهلاوي زي ما كله كان يجي يقرا المسا ابو اشرف المسا، لان المسا كانت بتجيب الاخبار اللي هي الطازه زي ما بيقولوا يعني، غير الجمهوريه والاخبار كان طبعا بتجيب حاجات بدري وكده يعني. وآخر بطولة حضرها عم محمد الإزمازي كانت بطولة إفريقيا اللي هي بتاعة أبطال الدوري عام 2002 اللي تامر عبد الحميد حط الجون فيها. كان أعتقد الرجاء متهيألي، وكانت أمنيته أن يرى قناة الزمالك على الفضائيات قبل موته. فكان والدي دائما يعني بحب الزمالك، حتى كان زعل قوي قوي قبل ما يموت يعني بحوالي سنة أو سنتين. كان في قناه الزمالك هتفتح وكده، وكان مرتضى منصور كان رئيس النادي وكان هيفتحوا الزمالك. فطبعا كان نفسه يشوف بس قناه الزمالك، لان كان اي كوره لو احنا بنتفرج على اي حاجه نقول يا بابا يعني نتفرج، بس يقول لك لا الزمالك ده روحي وقلبي. كان نروح نتفرج على التلفزيون تاني وهو كان يفضل يتفرج على قناه الزمالك او اي حاجه خاصه بالزمالك. اقول له يا بابا ده اعاده، دي اعاده. يقول لي لو اعاده انا بحب الحاجات دي. وكان في ميزه ابويا بقى ان كان اي حد كان تاريخ، كان اي حد يقول له 6-0 دي، كان زمان كان كسب الاهلي 6-0 مرتين في الاربعينات والكلام ده. كان اي حد يتكلم يقول له يا عم انا هجيب لك يا عم جورنال، كان يجيبه. كان حتى بقول لك عندنا الجورنال دي كان محتفظ بيها، حطينا كده في كراتين كده. حتى كنا في برضه بعض الناس كده في الاعياد يقول له يا ابو اشرف يا ابو اشرف عاوزين بس كده كام جورنال كده عشان نفرشه على الترابيزه، وكان في الاعياد وكده يعني. فكان كان ابويا محتفظ بالحاجات ديت، كان يقول لها يا ام اشرف في حاجات كده معينه ما تديهاش لاي حد معلش، لان ده ذكرى انا عاوز احتفظ بيها. فكان اي حد يتكلم يقول له يا عم الحاج احنا هنجيب ابو اشرف، هو اللي يحكي. يقول له يا عم هنجيب حمام المنزلاوي، يقول لك لا حمام المنزلاوي يضحك علينا، او فلان هيضحك. لا، اللي يبقى عنده الكلام الموثوق منه ابو اشرف، لان ابو اشرف هو اللي حافظ التاريخ. فهو كان في ميزه في والدي ان هو طبعا انا نفس الكلام برضه واخد النبذه دي منه وواخد الحته دي منه. وانا برضه يعني اذا كان ابويا كان عصبي شديد قوي قوي، انا برضه ما زلت عصبي، بس طبعا الواحد بدا ان هو طبعا يبدا يهدى، لان انت عارف العصبيه طبعا بتبقى بتاثر الانسان وكده يعني. فالحمد لله الدنيا يعني كويسه جدا. والواحد برضه دايما لو كان والدي كان دايما يجيب لنا في نادي الزمالك انا واخويا، وكان دايما وليا اخت برضه بتموت في حاجه اسمها الزمالك، برضه شربت الحاجه من والده وانا برضه نفس الكلام. فدايما حتى لو في اي ماتش للزمالك دي كان ابويا طبعا له كده حاجه نظام كده. كنا بنحب مثلا عشان يبقى مرتاح نفسيا كنا بنروح عند الاستاذ بهجت من الله يرحمه، وكان اخو الاستاذ حاتم والشيخ الشيخاني. كنا دايما نتفرج هناك على اساس ان بيبقى كده نقعد مع بعض كده نونس بعض بمعنى صح، كره قويه كره مش عارف كنا بنهد بعض كده يعني. ثم بعد كده اتجهنا للاستاذ محمود الزمر، طبعا مدرس مستر محمود الزمر انجليزي. كنا برضو بنقعد معاه وانا وهو وعم حماقه والاستاذ ابراهيم الامام العشماوي الله يرحمه، وكان برضو الاستاذ ربيع عنان الله يرحمه. وكنا دايما طبعا كابتن فتحي رضوان كنا دايما نتفرج على الاستاذ محمود الزمر ونقعد دايما نصيح. كان ليا بقى عم ابراهيم ده كان زملكاوي صعب، بس ما كانش بنقعد نتفرج منه. كان دايما اي كره يقعد يزعق ويعمل، لدرجه انه مره سابنا وقال انا مش هتفرج على الماتش.
راح الارض زراعيه، قال لك انا ايه ابقى الماتش يخلص ابقى إيه حلال في حلال. فجاه لقى واحد طالع من الارض زراعيه راديو شغال والجون الاولاني للاهلي، عم ابراهيم قاعد يقول ايه اكن انا هربان من الماتش، وقال لقى واحد طالع من الارض زراعيه. المهم كان دايما حتى كان من والد عم ابراهيم بيضحكنا برضه، وكان برضه زملكاوي زي والدي وصعب برضه نفس الكلام، بس كان ايه بيحاول ايه ما يبينش يعني وكده. فطبعا يعني كانت ذكرى جميله جدا جدا، بالذات اما كنا نروح نتفرج على الماتشات. وكانت احلى ذكرى جميله حصلت لنا، كنا في يوم رايحين الماتش اللي هو سنه 2002 اللي هو اخر بطوله خدناها للاسف، يعني لسه ما خدناش البطوله ديت اللي هي بطوله افريقيا، كان بجون تامر عبد الحميد. كنا رايحين ثلاث عربيات ميكروباص، كان الكابتن فتحي رضوان معاه التذكره بتاعت والدي، وانا كنت مع كابتن سعد حلمي، كنا مجموعه مع بعض. فروحنا طبعا حبينا نتغدى قبل الماتش وكده، فللاسف التذكره كانت من الزحام، العربيات كلها ايه طبعا في عربيه راحت اتجاه كذا واتجاه كذا، فالتذكره ما كانتش موجوده بتاعت والدي، كانت معانا احنا. فطبعا التذكره وصلت 300 جنيه، الكابتن فتحي رضوان هو اللي دفعها فعلا، وعشان والدي يخش الماتش. يعني يومها اتباعت في السوق السوداء لان التذكره معانا بس ما عرفش نخش بيها، حتى جينا عشان نبيعها ناس عرضوا علينا ياخدها ب 1000 جنيه عشان يخش الماتش. المهم ايه ادانا الواحد وكده ايه نفس الايه الثمن بجد يعني. كانت ذكرى جميله جدا جدا، وفي الفتره دي كان بصراحه ايام جميله جدا. حتى كان في ناس بعض الناس كانوا بيقولوا مثلا ايه عندنا في البيت لو مثلا الحاج محمد لو الزمالك اتغلب يقول لك ايه ما بيتغداش ولا يتعشى. والله الكلام ده مش حقيقي، هو كان بيزعل كان ممكن بعد نص ساعه وبعد كده بيتغدى عادي او يتعشى عادي يعني. هو كان الناس كانت دايما تقول كلمه زي ديت. هو بصراحه احنا والدي كان روحه في الزمالك كده، يعني اقول لك حاجه، يعني بيحب الزمالك قد عينيه. ولنأتي لليوم، فتشجيع الفريقين أخذ منحنى خطير، ووصل الأمر في ظل الثورة التكنولوجية إلى الخصام، وعلى الجميع أن يعلم أنها كرة تخرجنا من أمورنا المعيشية الصعبة للحظات للاستمتاع بها، وليست تناحر على إرث. أنا بتمنى ان احنا زمان كنا بنحب يعني مثلا كزملكاوي او والدي زملكاوي او الناس كلها زملكاويه، برضو الاهلاويه برضو كان بنقف مع بعض بعد الماتش ما بيخلص بامانه ربنا، رغم كان في تعصب جامد بس كنا بنبارك لبعض، الاهلاوي بيبارك للزملكاوي. حتى كنا زمان لو الزمالك بيلعب في افريقيا كان الاهلاويه بيحبوا الزمالك، مش زي دلوقتي للاسف ان في السوشيال ميديا ديت طبعا الناس عارفه تعصب. التعصب ده طبعا حته مع احترامي الوايت نايت والارتس الاهلاوي والكلام ده كله ناس محترمه وكل حاجه، بس في تعصب. التعصب ده بسبب الفيسبوك وسبب ان دي يتكلم كلام ودي يتكلم كلام. زمان ما كانش في الكلام ده، كنا عندنا القناه الاولى والقناه الثانيه وبعد منها جت القناه الثالثه، وكان الجرايد فقط لا غير، كنا بنشوف الخبر بعدها ثاني يوم، مش مثلا دلوقتي بنشوف الاخبار يعني على طول طبعا على الفيسبوك والكلام ده كله. حتى مره واحنا صغيرين كان طبعا في واحد اهلاوي جدا جدا وكان حبيب ابويا الحاج عبد البصير، دي طبعا كان دايما بيتحدوا بعض. طبعا مره بجد ده حصلت يعني واحنا صغيرين، كان والدي في طبعا في المنصوره بيشتغل، فالمهم كان الاهلي كسب الزمالك، فعم عبده جاب كده مؤاخذه كده جاب كلب اسود، والكلب الاسود ده جه عندنا في البيت، وامي قعد امال فين ابو اشرف والكلام ده كله. فاخوالي الله يرحمه كان اخوالي جزارون كده، الحاج احمد صلاح الله يرحمه الحاج ثروت قالوا له ما قلتش كده يا عبده كده عيب والكلام ده كله. المهم الكابتن عبد السلام صالح بقى نفس الكلام، عمل حركه زي دي، راح جاب حاجه كده حيوان كده وحط عليها برضه حاجه حمراء، وبعد كده راح عند عبد البصير وقعد يزف الحاجه دي. طبعا كان هي كلها كانت نكت، كلهم كنا بنحب بعضنا، وكل الناس دي كلهم كانوا طبعا مجموعه كويسه، لان عم عبد البصير كان بيحب والدي، صحيح كان اهلاوي والزملكاوي بس كان والدي كل الاهلاويه كان بيحبوه لغايه وقتنا هذا، بيقولوا دايما سيد ابويا بالايه بالحسنى والحب وكده. في النهاية بقي أن أقول: شهدت منطقة الجوفار أو شارع الجوفار أيام خير ورواج كثيرة، فعندما كنت تمر منها نهارا تستغرب من ضيق شوارعها، ولكن في الأغلب أن السعادة تأتي من تلك الأماكن البسيطة التي لها في النفس ذكريات عزيزة. وإلى الملتقى مع حلقة جديدة من برنامجكم شوارع لها تاريخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.